السلام عليكم. مفيش اسهل من صينيه البطاطس نعملها لما نكون مكسلين اننا نطبخ او نكون مستعجلين. هحتاج نص كيلو من اللحمه المفرومه، وبصله متوسطه مفرومه، ونص كوبايه من البقدونس المفروم، ونص معلقه صغيره من التوابل دي، ملح وفلفل اسود وبهارات مشكله. وجنبي هنا شويه زيت صغيرين علشان لما اشكل الكفته هحط كل المكونات على بعضها، وبعدين بعجنهم كويس قوي مع بعض لغايه لما اللحمه تبقى شبه العجينه كده. بمسح ايدي كده بمسحه خفيفه قوي من الزيت علشان اللحمه ما تلزقش في ايدي. ممكن تشكلوها صوابع او كور زي ما تحبوا، مش هتفرق. 3 بطاطسات هقطعهم يكون سمكهم تخين كده شويه علشان ما تتهريش معايا. بقلي فيه البطاطس نص تقليه، فلفل وطماطم، وهحطهم في طاجن مع البطاطس. عندي هنا كوبايه من الميه، نص معلقه صغيره من كل حاجه، ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات مشكله، وهزود عليهم 3 فصوص توم مفرومين ناعم، وبعدين هزود عليهم معلقتين كبار من صلصه الطماطم. هوزع الكفته على الخضار وبنزل عليها الخليط دوت، وبدخلها فرن متسخن على درجه حراره 200 لمده تقريبا نص ساعه. شايفين بقى جمالها وهي غرقانه في الصوص ازاي، مستويه كويس قوي والكفته طريه مش ناشفه.